السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الزيتون على نظام الطيبات، يعني من غير هريسة شطة، من غير فلفل، بس هنعمل طريقة زيتون لو عملتيها المرة دي هتنجح معاكي بإذن الرحمن، وهتعتمديها وهتعمليها كل سنة. أولا طريقة التخليل اللي احنا هنعملها النهاردة لا محتاجة تشقيه بالسكينة ولا تخلي شكله مش حلو، تلاقي الشق كده لونه غامق عن باقي الزيتونة. أحلى طريقة هنعملها النهاردة وهي طريقة ارمي الزيتون في المية المغلية. تخيلوا هنرمي الزيتون في المية المغلية وهنطلع احلى من زيتون المحلات، والواحدة بوحديتها ولونه كهرمان، ولا هيغمق معاكي ولا هيمر معاكي، وهيطلع طعمه حلو وممكن تاكليه بسرعة، وفي نفس الوقت تخزنيه لو انت عاوزة تخزنيه رمضان، بحيث البرطمان ما تفتحوش غير في رمضان. هو دي طريقة التخزين، ان انت تخلليه وما تفتحوش عنده لغاية رمضان، او تخليه للسنة الجاية زي ما عاد الزيتون دلوقتي. هيقعد معاكي فترة طويلة ان شاء الله، وهيطلع معاكي احلى زيتون، وفي نفس الوقت على نظام الطيبات. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول حاجة عباد ما نجهز الزيتون هنحط مية تغلي على النار. تمام، هنملى كده زي نص الحلة مية تغلي على النار، ونروح مجهزين الزيتون. نجهز الزيتون ازاي؟ نجيب 3 أو 4 كيلو أو 2 كيلو على حسب مقدرتك، بس اللي انت هتصرفيه هيوفر عليكي طول السنة، مخلل عندك صحي وحلو وطعمه أحلى من المحلات ان شاء الله، هيعجبكم. بعد ما تغسليه هتحطيه على طول في المية وهي بتغلي. لازم المية أول ما بتبدأ تغلي ارمي الزيتون فيها. أول ما ترمي الزيتون اطفي على النار على طول، اوعي تسيب النار شغالة. يعني مجرد ما تحطي الزيتون والمية بتغلي اطفي النار، واقعدي دقيقتين بس قلبي فيه زي ما انتوا شايفين. لازم تسيبيه دقيقتين او 3 بالكتير، اوعي تزودي عن 3 دقايق، هيبقى مش حلو. هي طريقته ان المية تغلي حط الزيتون اطفي النار على طول، قلبيه دقيقتين، وبعد كده اثناء ما انت بتقلبي الدقيقتين تكوني محضره ميه من الحنفيه بارده او من الفلتر، وحط فيها لازم ملح. لازم الملح. غلطتنا اما كنا بننقع الزيتون كنا بننقعه بميه من غير ملح، فكان بيعمل رغاوي كده ولونه بيغير ويبقى مش حلو. تمام، الميه دي اللي حطينا فيها ملح بعد مرور دقيقتين او 3 بالكتير على الزيتون في الميه اللي كانت بتغلي وطفناها، هنصفي الزيتون كويس من الميه المغليه دي ونرميها في الميه البارده اللي حاطين فيها ملح. تمام، لغايه دلوقتي الموضوع سهل. ميه مغليه، ولا هتشققي بقى تقعدي تشققي كل زيتونه وظهرك يتقطم وانت قاعده تشققي الزيتون، وفي الاخر يطلع الزيتون شكلها مش حلو، مش زي ما بنجيبها بره بتبقى على بعضها كلها ما فيهاش شق، وبتطلع طعمها حلو وحقيقه وحلوه ومقرمشه، ومش هيمور منك باذن الرحمن ان شاء الله. الطريقه دي اللي هتعجبه ويجربها ما ينساش يدعونا دعوه بظهر الغيب. وانا الطريقه دي خدتها من تقريبا اللي هي القناه اللي اسمها سامي ماركت. كان يعني عملت الزيتون بكذا طريقه، والطريقه دي اللي هو قال عليه دي طريقه المحلات، فعلا طلعت طريقه افضل طريقه في الزيتون اللي انت عاوزه تخلليه. تمام، دلوقتي احنا حطيناه في الميه اللي هي البارده اللي هي بشويه ملح، ومش مهم كميه الملح، المهم يكون فيها ملح قليل كتير، المهم يكون فيها ملح. ده هيحافظ معاكي على الزيتون، مش هيخليه يعمل الرغاوي ولا يغير لونه زي ما كنا بنعمله في الاول. بعد كده سيبيه لاخر الليل، يعني انت لو عملتيه بالنهار سيبيه لاخر الليل. انا حسيت ان هو محتاج حبه ملح حطيت له، وقلبيه عادي. تسيبيه بالليل او لتاني يوم تغيروا الميه. طبعا انت يعني احنا هنسيبه حوالي يومين 3، كل ما بتغيروا الماء يبقى افضل. يعني لو غيرت مرتين في اليوم كويس، ما قدرتيش مرة برضو هيبقى كويس، بس كل ما هتزودي في تغيير الماء بيبقى احلى واحلى. هتلاحظوا المية دي لما نيجي نغيرها الاول الزيتون زي ما انتوا شايفين، لما انا ده طلعته من المية المغلية تحس الزيتونة فتحت سنة، لونها فتح سنة. كل الموضوع المية السخنة دي بتفتح مسام الزيتون فبتخرج المرارة منه. تمام، بس هي اللي زي ما قلنا دقيقتين 3 بالكتير. دلوقتي انا بحاول احط طبق عشان الزيتون اللي طالع لفوق عشان ما يغمقش من الهواء ويتأكسد لونه، فبحاول احط حاجة عليه وفوقيه تقيلة بسيطة بحيث الزيتون كله يبقى في المية.
ما نفعش طبق، حطيت كان صينيه قديمه وحطيت فيها فوقيها هون عاج. بعد تاني يوم بص شكله ازاي، ابتدى الزيتون كأنه ابتدى يتخلل، شوف اللون فتح ازاي، بيجي شكله حلو ازاي، وابتدى يلون ويبقى لونه كهرمان، والزيتونة مقرمشة وجامدة، لا مهرية ولا اي حاجة. بص معايا الزيتون ده من تاني يوم، لسه انا دلوقتي لسه مش هنخلله دلوقتي، مش هنحطه في برطمانات التخليل دلوقتي. انا دلوقتي هشطفه شطفه، هصفي الميه القديمه دي واشطفه شطفه على الحنفيه، واملى ميه جديده وهحط عليها ملح. اوعى ننسى الملح، الملح اللي هيخلي الزيتونه معاكي لونها حلو ومش هتسود منك، وهيطلع معاكي زيتونه احلى من اللي بنجيبه من المحلات. طيب هنغير الميه وما ننساش نحط الملح. طب هنغير كم مره؟ على حسب، احنا اتفقنا هنخليه يومين 3، تغيري له 4 مرات، تغيره 5 مرات، 3 مرات على الاقل. على الاقل هنغير 3 مرات الميه. بنفس الطريقه نصفي الميه القديمه ونشطفه شطفه على الحنفيه، ونحط الميه الجديده بالملح. هنشوف بقى بعد قبل ما اخلله، هتشوف الزيتون وكأنه خلاص هو دخل في السوا خلاص وداخل في التخليل. يعني احنا كده كأننا بدأنا تخليل الزيتون، بس كل شوية بنغير المية عشان ما يبقاش فيه مرارة. وادي هو مرة كمان غسلناه، صفناه من المية القديمة وغسلناه وحطينا له ملح وعليه مية كمان، وهنسيبه لتاني يوم بقى ونبدأ نخلل الزيتون. اتفرجوا على شكل الزيتونة قبل ما تخللوها، انت تحسي شكلها هي تتاكل دلوقتي، هي شكلها يفتح النفس وكأنها خلاص اتخللت. بص لونه ازاي، لونه كهرمان فعلا، ولا في شق، لونه غامق، ولا في هرية في الزيتونة. الزيتونة جامدة مقرمشة، بس طلعنا منها المرارة بطريقة صح، وهتنجح معاك وهتطلع احلى زيتونة ان شاء الله. شايفين شكل الزيتون؟ هو دلوقتي ابتدى يدخل في مرحلة التخليل، حتى هتشمي ريحته هتحسوا ان ابتدى ريحة الزيتون المخلل. بعد كده نجيب بقى مية التخليل اللي هنعملها. طبعا احنا مش هنحط هريسة لان احنا عاملين الزيتون النهاردة على نظام الطيبات، ولا هنحط شطة ولا هنحط فلفل وسط الزيتون. لكن لو انتم مش متابعين النظام هتحطوا هريسة عادي وتحطوا فلفل مع الزيتون، للناس اللي بتحب تاكل الفلفل مع الزيتون. طيب مقدار المية هنجيب دلوقتي 3 لتر مية. انت ممكن تقللي المية ولقيت المية نقصت تزودي تعملي تاني. وهنقول دلوقتي كمية الملح. لكل لتر مية هنحتاج 4 معالق ملح كبار، معالق الرز اللي احنا بناكل بيها 4 معالق. لو زودت نص يبقى حلو، قللي عن كده غلط، اللي هيتهري منك الزيتون ويبقى مش حلو وهيبقى سيء جدا. فنخلي بالنا من كمية الملح نظبطها. طبعا انا عاملة 3 لتر دلوقتي، فهنحط 12 معلقة لان كل لتر 4 معالق. هل هنحط ملح بس؟ لا، لسه هنحط كمان معلقة سكر. لكل لتر هنحط معلقة سكر، يعني هنا 3 لتر فهنحط 3 معالق سكر كبار برضو بنفس المعلقة اللي احنا عايرنا بيها الملح. طبعا السكر هيخلي معاكي الزيتونة مقرمشة، لاخر زيتونة هيبقى معاكي مقرمشة، ويحافظ كمان مادة حافظة للزيتون. زي ما انتم شايفين انا حطيت السكر. طبعا هنقلب المكونات دي كويس جدا، يعني خلي الملح يدوب كويس والسكر يدوب كويس عشان مية التخليل كلها تبقى فيها الملح المظبوط. طيب احنا عاوزين لون الهريسة اللي بتبقى موجودة في مية الزيتون عشان يبقى لونه حلو. طيب هنحط بدل الهريسة عشان يدينا اللون الحلو ويدي برضو يعني ان شاء الله يعني طعم حلو. طبعا البابريكا لونها حمر، لونها احمر طبعا، وهيديك كأنك حاطه هريسة الشطة. هنحط كمية حلوة زي معلقة حلوة كده، ونقلب برضو لغاية ما المية كلها تندمج ويبقى لونها حلو. كده جهزنا مية التخليل. طبعا لو انتوا مش متابعين النظام هتحطوا عادي شطة وهريسة واللي انتوا الحاجات كلها اللي انتوا، وفي ناس بتحط جزر مبشور زي ما انتوا حابين. طيب هنجهز بعد كده البراطيم. لازم البراطيم قبل البراطيم نسيت اقول لكم ان احنا هنحط نص كوباية عصير ليمون. طبعا هو الليمون ممنوع في الطيبات، ولكن انا حسيت ان هو نص كوباية مع كمية المية دي مش هتأثر يعني جامد، وخاصة انه هيقعد فترة. فلو حد عارف يقولي ده صح ولا غلط، بس انا حسيت يعني حسيت ان ما قدرتش استغنى عن الليمون، بحس الزيتون حلو بيه
يعني طول عمرنا اتعودنا نحط ليمون، بس ممكن تحطي ملح بس انا حطيت كميه قليله ليمون لو انت لاحظته، فان شاء الله مش هتاثر. ولو حد عنده معلومه يقول لي الليمون لما يتحط في التخليل بيأثر ولا لا. بعد كده هنملى البراطيم اللي هي نظيفه ومتعقمه، هنملاها زيتون بس مش على اخر فوهة البرطمان، عشان ندي مساحه للميه وفي نفس الوقت الزيتون ما يطلعش لفوق ويغمق معاكي، ويبقى لونه الطبقه اللي فوق دي يبقى لونها غامق معاكي. هنعبي البراطين، طبعا مش هنحط فلفل، في ناس بتحط فلفل مع الزيتون، دي اللي مش متابعه النظام ممكن يعملها. طيب لو انتوا معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش اللايك، وفي نفس الوقت ان شاء الله لو عجبتكم الطريقه ونجحت معاكم متنسوش تدعوا لنا دعوه بظهر الغيب، ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين حطيت من ميه التخليل، وبعد كده هحط معلقه زيت زيتون من فوق تغطي الوش كله، بحيث انا بكتم عنه الهواء خالص، ما يدخلوش هواء ولا بكتيريا، ولا هتلاقي الوش من فوق مغمق او فيه بكتيريا ولا حاجه. ادي احلى برطمان. طبعا المفروض قبل ما نقفله نحط كيس، بس انا نسيت، عشان يقفل كويس البرطمان، وفي نفس الوقت يمنع دخول اي هواء ليه. واعملي احلى زيتون للبيت كله، وممكن يقضيكوا طول السنه. طبعا لو هتاكلوه دلوقتي هتفتحوا بعد يعني 15-20 يوم وتبدأوا تدوقوه ان شاء الله هيبقى قرب على السوا خلاص. ان شاء الله الطريقة دي الزيتون هيستوي بسرعة وممكن تاكلوا منه بسرعة. اما لو حابين تخلوه لرمضان ما تروحوش عند البرطمان خالص لغاية رمضان. البرطمان اللي عاوزاه يقعد معاكي شهور تسيبيه ما تفتحوهوش خالص لغاية ما انت تحبي تفتحيه. يا رب تعجبكم الفكرة ان شاء الله. ولو انتوا معايا متنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.